يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع محقق خاص اسمه ميكالي تالاني، هو قاعد في حانة وبيتكلم مع نادلة اللي اسمها كوني، وبيسألها عن بنت قاعدة مع 3 شباب، فبتقوله إنها جديدة هنا في المكان بس بتيجي بقالها كذا يوم وبتقعد مع شباب وبتضحك عليهم عشان يدفعوا لها الحساب. وبتقول له كوني أنا مش متضايقة لأن الحساب بتاعها دايما بيكون غالي، وده لأن كل واحد عاوز يغريها أكتر بالفلوس وفي الآخر ده في مصلحة الحانة. وبعد ما بتخلص بيطلب منها ميكالي إنها تولع النور، وساعتها بيصور واحد وواحدة قاعدين مع بعض على الترابيزة، والراجل أول ما بيشوفه بيقوم بسرعة علشان ياخد الكاميرا وبيقول له إن هو يقدر إنه يأذيه. فبيرد عليه ميكالي وبيقول له أنا أعرفك كويس وعارف إنك نجستر كونال وإنك شريك في شركة كبيرة ومراتك هي اللي أجرتني عشان أراقبك. وبيقول للبنت اللي معاه إنها تبقى أشلي السكرتيرة بتاعته، والاتنين بينهم علاقة سرية وهو دلوقتي معاه صور توديهم في داهية. وساعتها بيحاول نجستر ان هو يضرب ميكالي وياخد منه الكاميرا، لكن ميكالي بيضربه بسرعه ومش بيرضى انه يديها له، وبيقول لاشلي انها تمشي من هنا، وفعلا بتمشي ونجستر هو كمان بيمشي وراها. وبيفضل ميكالي يتفرج على كيسي البنت اللي قاعده مع الشباب وهي بتقول لهم انها هتمشي، وبتحذرهم من ان اي واحد فيهم يمشي وراها لانها هتعرف تتعامل معاه كويس. واول ما بتمشي بيقوم الشباب وبيمشوا وراها، وساعتها بيقرر ميكالي ان هو يخرج هو كمان عشان يشوف ايه اللي هيحصل. ولما بيوصل بيتفاجئ ان كيسي ماسكه واحد منهم وخانقاه، والاتنين التانيين بيهددوها عشان تسيبه، فبيتدخل ميكالي وبيضربهم هما الاتنين وبيخليهم يمشوا. وساعتها بتنبهر كيسي بيه وبتشكره انه انقذها، فبيتكلم معاها انه صعبان عليها الحياه اللي هي عايشاها دلوقتي لانها حياه صعبه جدا عليها، وبيعرض عليها ساعتها ان هو يقعد معاها شويه. وبيعدي من وقتها 5 سنين، وبنشوف ميكالي هو قاعد مع صديق ليه اسمه ماكمان، وده يبقى محقق شرطه، وبيكون في تعامل ما بينهم هما الاتنين بسبب قضايا شغالين عليها مع بعض. وبعد ما بيخلصوا كلام كل واحد فيهم بيمشي من اتجاه عشان يرجع لبيته، لكن فجأة بتيجي واحدة من ورا ميكيل وبتفضل تضرب فيه بالسكينة لحد ما بتخلص عليه، وبتاخد المحفظة بتاعته والموبايل وبتهرب. وبعد شوية بنشوف كيسي وهي في البيت وبيجي لها تليفون ان ميكال مات، فبتقوم بسرعة وهي مخضوضة وبتفضل تعيط وبتفتكر لما كانوا قاعدين مع بعض في أول يوم اتقابلوا فيه، وساعتها تتكلم معاها انها ممكن تكون احسن ويبقى لها دور في المجتمع بدل العيشة اللي هي عايشاها دي، وبتفتكر ان ميكيل كان سبب في انه يغير حياتها بالكامل. وبعدها بتروح على اسم الشرطة على طول وبتقابل ماكمان واللي كان مصدوم ان ميكال مات لانهم كانوا الاتنين مع بعض قبلها بدقايق، وبيقولوا انه لو كان موجود في الوقت ده ما كانش حصل لميكيل حاجة. وبيفضل يتكلم مع كيسي عن ميكال لانه كان صديق مشترك ما بينهم هما الاتنين، بس كيسي بتكون متأثرة اكتر لان ميكيل بالنسبة لها ما كانش صديق وخلاص. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه بيدخل محامي اسمه هاريسون وبيحاول انه يحذر ماكمان انه يبعد عن موكله ادجار لانه من اهم العملاء عنده وهو مسبب له ازعاج. فبيعرفوا ماكمان ان ادجار متهم في جريمة قتل ولازم الشرطة تشوف شغلها، فبيقول له هاريسون انه هيعمل كل الاجراءات القانونيه عشان يحمي بها موكله. وبعد ما بيخرج بيقابل ولس المساعده بتاعته وبيقول لها ان ميكيل مات وجابوا مكانه بنت اسمها كيسي وتبقى المساعده بتاعته، وبيطلب منها انها تجيب له معلومات اللي تقدر تجمعها عن كيسي. وفي الوقت ده بتكون كيسي قاعده بتفتكر كلامها مع ميكال وهو بيديها مسدس هديه لاول مره في حياتها، وبيطمنها انها هتعرف تتعلم عليه وهو واثق انها هتتقنه في فتره قليله، وكمان بيعرض عليها انها تشتغل معاه وتكون المساعده بتاعته. وفي الوقت الحالي بيقول لها ماكمان ان المسدس اللي معاها ده محفور عليه اول حرف من اسم إيلي مرات ميكال، فبتقول له كيسي ان المسدس ده معاها من زمن واول مره تاخد بالها من الموضوع ده. وبعد شويه بنشوف ولس اللي قدرت انها تجمع معلومات عن كيسي وراحت عشان تعرضها على هاريسون، وبتقول له ان البنت دي شافت حياه صعبه وان جوز مامتها اعتدى عليها لما كانت صغيره، وقررت انها تسيب البيت لان مامتها ما كانتش مصدقاها، وكمان عرفت انها كانت مدمنه واتعالجت. وبتقول له ان ميكال بالنسبه لها هو الاب الروحي مش مجرد صديق. ومن الناحيه الثانيه بنشوف كيسي وماكمان هما بيفكروا ممكن يبداوا التحقيق منين عشان يعرفوا ايه اللي حصل لميكال، وبيقرروا هما يروحوا على بيت المحامي هاريسون عشان اكيد هيلاقوا سر هيساعدهم هناك. وفعلا بيتحركوا على هناك وبيتفاجئوا لما بيلاقوا رجاله مسلحين بيرفضوا ان هم يدخلوهم، وبيقولوا لهم انهم لازم يكون معاهم تصريح قضائي. وساعتها بيسالهم ماكمان شغالين لحساب مين، فبيرد عليهم القائد وبيقول له انه مش مصرح ليه ان هو يقول هو شغال مع مين، لكن كل التعليمات اللي عنده ان هو ما يدخلش حد غير لما يكون معاه تصريح من القضاء. ولما بيصمم ماكمان ان هو يدخل بيهددوا الشخص ده وبيقول ان هو لازم يمشي عشان ما يضطرش انه يتعامل معاه. وفجأة بيتحرك ماكمان وكيسي وكل واحد فيهم بيخرج السلاح بتاعه وبيضرب واحد من الثلاثة وبيحط السلاح قدامه، وهو ساعتها بيقول للقائد انه يغير الرجالة بتاعته عشان هيكونوا السبب في موته في يوم من الايام، وبيعرفوه انه يبلغ اللي مشغله انه هيقدروا يدخلوا المبنى غصبا عنه. وبعدها بتمشي كيسي وبتروح هي وماكمان وبيفكروا ازاي يقدروا يدخلوا البيت بتاع هاريسون، وبيتفقوا ان كيسي هتقتحم البيت لوحدها وماكمان هيكون متابع معاها خطوة بخطوة من السماعة اللي هتكون في ودنها، وهيكون مجهز قوات شرطة عشان لو حصل لها حاجة. وفعلا بتتحرك كيسي وبتوصل عند البيت وبتقول لماكمان انها وصلت، وبتبدا تعرفه على عدد الحراس الموجودين في البيت، وبتستغل ان هما مش شايفينها وبتتحرك بسرعه وبتوصل للباب، وبتقول انها هتطبق واحده من الدروس اللي اتعلمتها من ميكال، وبتقدر انها تفتح الباب باستخدام حديده رفيعه.
وبعدها بتدخل وبتبدا انها تدور في البيت وبتتكلم مع مكمن، وفجاه بتلاحظ ليزر احمر على جسمها وبتتفاجئ ان في بنت واقفه قدامها وماسكه رشاش. فبتقول كيسي لمكمن ان هو يقفل عشان تشوف مين اللي واقفه قدامها، ومكمن بيفضل ان هو ينادي عليها وبيطمنها انه هيتحرك دلوقتي عشان ينقذها. وفي الوقت ده بتتكلم البنت مع كيسي وبتقول لها انها عارفاها كويس وعارفه انها بتدور عليها، وبتعترف لها ان هي اللي قتلت ميكال بنفسها، وبتعتذر لها لانها ما كانتش تعرف انه شخص طيب وكانت فاكره ان هو واحد منهم عشان كده بتنتقم منهم. فبتسالها كيسي هي تقصد ايه بواحد منهم ومين هي اللي بتتكلم عليهم دول. فبتقول لها انها بتتكلم عن هارسون المحامي اللي شغال لحساب ناس كبار وعندهم بيت بيخطفوا فيه البنات وبيعذبوهم وبيعتدى عليهم، وهارسون هو اللي بيحميهم. وبتقول لها انها مش هتهدى غير لما تخلص عليهم كلهم عشان تنتقم من اللي عملوه فيها. وساعتها بتقول لها كيسي انا اللي هقتلك بعد ما قتلت ميكيل وهنتقم له. وفي الوقت ده هم بيتكلموا فيه بيسمعوا صوت عربيات الشرطه اللي وصلت بره، وبيفضل مكمن ينادي على كيسي عشان يعرف مكانها. وساعتها البنت بتقول لها ان اسمها جيمي دوجلاس، وبتقول لها انهم هيتقابلوا مره تانية وبتهرب. وبعدها بيوصل مكمن وبيطمن ان كيسي كويسه وبيسالها مين اللي كانت معاها. فبتقول له كيسي ان اللي قتل ميكا البنت مش ولد وانها كانت بتتكلم معاها من شويه قبل ما يدخل. وفي الوقت ده بيتكلم واحد من رجاله الشرطه مع مكمن وبيقول له ان هارسون صاحب البيت وصل، وبيطلب منه مكمن ان هو يعطله على قد ما يقدر وهو نازل حالا. وبيطلب من كيسي انها تدور في البيت على اي حاجه بسرعه، بس بيعرفها ان مفيش قدامها وقت طويل لحد ما ينزل بنفسه ويعطل هارسون. وفعلا بينزل على طول وكيسي بتفضل انها تدور في البيت، ومكمن بيتكلم معاه وبيقول له ان جاله بلاغ من الجيران ان في رجاله مسلحين موجودين هنا وان هو جاي عشان يطمن عليه، وبيعرفه ان هو نفسه مفيش عليه اي بلاغ. وفي الوقت ده بتيجي كيسي وبتقول لهارسون ان جيمي دوجلاس بتسلم عليه. فبيقول لها هارسون ان اول مره يسمع الاسم ده وبيعمل نفسه ما يعرفهاش. وبعدها بيمشي مكمن وكيسي وبنشوفهم بعد كده وهم قاعدين مع بعض، وبتفضل كيسي انها تفتكر كلامها مع ميكيل لما كانت بتحكي له انها عايزه تكون محققه خاصه زيه، وهو بيقول لها ان الشغلانه دي مش ممتعه زي ما هي فاكره، وان اوقات بيفضل ساعات متواصله بيتفرج على نفس المشهد عشان يراقب حد معين او يستنى اي حاجه تحصل. وبيعرفها كمان ان الموضوع ده خطير جدا وهي ممكن تكون مش قده، لكنها بتقول له انها تعرف تتصرف، وبتعرفه اللي حصل لها وهي صغيره وخلاها تقدر تتحمل اي حاجه وتعيش تحت اي ظروف. وبتقول له ان مامتها كانت متجوزه شخص تاني بعد ما انفصلت عن باباها وهي كانت عايشه معاهم، ولكن بابا الشخص ده كان موجود معاهم هو كمان وكان كبير في السن جدا، واخر حاجه كانت تتخيلها انه يفكر انه يعتدي عليها ويلمسها. ولما حكت لمامتها ما صدقتهاش وقالت عليها كدابه، فقررت ان هي مش هتحكي لها اي حاجه تاني، وعرفت ان مفيش حد هيساعدها غير نفسها. وفضلت كده لحد ما وصلت لسن الجامعه، وبتعرف ميكيل انها عندها عزيمه تخليها تقدر تعدي من اي حاجه، وبتطلب منه انه يديها فرصه. وفعلا وقتها وافق ميكيل وبدا يدربها. ومن الناحيه التانيه بنشوف هارسون وهو بيتكلم مع اودجار ودوتي الزوجين اللي هو بيشتغل عندهم، وبيقول لهم ان اللي عملت المشاكل دي كلها تبقى جيمي، اكتر بنت قعدت عندهم. وهو بيعرفهم انها دلوقتي بتتعاون مع محققه خاصه اسمها كيسي، وهو عرف كده لما كيسي قالت له ان جيمي بتسلم عليه. وبترد دوتي وبتقول له ان جيمي دي لازم تموت في اسرع وقت لان معاها اسرار كتير ممكن توديهم كلهم في داهيه. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه ده بنشوف تليفون بيجي لكيسي من تليفون ميكال، واول لما بترد بتعرف انها جيمي وانها سرقت التليفون بتاعه بعد ما قتلته. وجيمي بتقول لها انها ما كملتش الموضوع اللي بدأوه اخر مره، وبتحكي لها انها كانت طفله صغيره ومامتها اتخلت عنها بعد ما ارتبطت بشخص تاني وكان عاوز يكون لوحدهم من غير اطفال، فقررت مامتها انها ترميها في الشارع. وساعتها دودي واودجار لقوها وقرروا ان هم يربوها، وهي كمان كانت فرحانه جدا وقالت انها لقت الاسره اللي هتعوضها، لكنها اتفاجئت انها لقتهم حاطين لها منوم في الاكل، وتاني يوم لما صحيت لقت نفسها نايمه في قفص وكل يوم بتتعذب وبيعتدوا عليها. والموضوع ده ما استمرش ايام بس، لا ده استمر لسنين، لدرجه انها مش عارفه الفتره اللي عملوا فيها كده بالظبط. وكيسي بتبدا انها تتعاطف معاها وبتقول لها انها حاسه باللي هي مرت بيه، وان التجربه دي شبه تجربتها مع اختلاف شويه تفاصيل، وبتطلب منها انها تديها فرصه يشتغلوا مع بعض عشان يقبضوا عليهم. لكن جيمي بتقول لها انها مش هترضى غير بموتهم وان مفيش قدامها اي حلول تانية، وبتعرفها ان التصفيه بتاعتها بدات والنهارده خلصت على 2 منهم. وساعتها بتروح كيسي على مكمن وبتقول له على كلام جيمي، ومكمن على طول بيتصل بهارسون وبيساله لو كان في اي حد من رجالته مات، فبيقول له هارسون ان مفيش عنده اي خبر بالموضوع ده. لكن فجاه بيصرخ هارسون في التليفون بسبب ان بيشوف دماغ شخص وقعت عليه من المدخنه بتاعه البيت، ولما بيساله مكمن ايه اللي حصل ما بيردش عليه، لكن مكمن بيفهم ان في حاجه حصلت لهارسون وخلته يصرخ بالشكل ده. وعلى طول بتتصل كيسي على جيمي وبتسالها عملت ايه، فبتقول لها ان دي لسه البدايه، وبتطلب منها انها تدور ورا واليس لان هي اللي معاها كل حاجه وهي اللي هتساعدهم. وفعلا على طول بتمشي كيسي وبتقعد مع مكمن وبتفضل تفتكر كلامها مع ميكيل، وبتفتكر ازاي كان بيقول لها ان المحقق الخاص لازم يكون متدرب على انواع كتيره من المهارات ويستخدم كل المهارات دي عشان يمشي شغله. وبتمشي على طول وبتروح البيت عندها وبتفتح اللابتوب بتاعها وبتشتغل عليه لحد ما بتنجح انها تقتحم الحساب بتاع واليس وبتعرف عنه معلومات كتير. وبعد ما بتخلص بتخرج عشان تركب العربيه وبتتفاجئ باتنين جايين من وراها وبيهددوها بالسلاح، وساعتها بتفتكر حركه اتعلمتها من ميكيل كانت اتدربت عليها بنفس الطريقه الاتنين دول اللي جايين ينفذوها بالظبط، وبتطبق اللي اتعلمته من ميكيل فيهم وبتضرب واحد فيهم وبتصيبه اصابات خطيره، ولكن الشخص التاني بيقدر ان هو يضربها بيوقعها على الارض.
وبيفضل يضرب فيها لحد ما كانت قربت تموت. بس فجأة بتظهر جيمي وبتدافع عنها وبتخلص على الشخص اللي كان عاوز يموتها. وبعد شوية بتفوق كيسي وبتلاقي نفسها في البيت عند جيمي ومتكتفة وبتسألها هي ربطتها ليه. فبتقول لها جيمي عشان ما كنتش ضامنة رد فعلك، وبتقول لها انها بتساعدها لان هما الاتنين شبه بعض وتعرضوا للظلم وهم صغيرين. وبتفضل جيمي تتكلم معاها عن ولس المساعدة بتاعت هاريسون، وانها قدرت تقتحم العربية بتاعتها قبل كده وهددتها بالبنزين انها تخلص عليها، لحد ما اعترفت لها بكل حاجة تخص هاريسون وأودجار ودوتي. وبتقول لكيسي لو عايزة توصلي لحاجة يبقى لازم تمشي ورا ولس وانت هتعرفي منها كل اللي انت عاوزاه. وبعدها بتمشي جيمي وبتسيب كيسي لوحدها، وكيسي بتتحرك بسرعة وبتروح تقابل ولس عند العربية بتاعتها، وبتكون ولس بتجهز عشان تلم شنطتها وتسافر. لكن لما كيسي بتقابلها بتقول لها انها هتعمل معاها صفقة، انها تقول لها على كل حاجة عن أودجار ودوتي وهي هتسيبها تمشي. وفعلا بتبدا ولس انها تحكي لها وتقول لها عن أودجار ودوتي واللي عندهم ميول تعذيب للبنات وخصوصا الاطفال، وبياخدوهم في سن صغير ويبداوا يعتدوا عليهم لحد ما يكبروا، ويا اما يموتوا لوحدهم يا اما يهربوا او يبيعوهم لحد تاني. وبعد ما بتخلص كلامها مع كيسي بتتفاجئ ان الشرطه محاصراها، ولما بتقول لها ولس انت وعدتني فبتقول لها كيسي انها كدبت عليها. وبعدها على طول بتتحرك كيسي عشان تروح تقابل أودجار ودوتي، وبيكونوا هما الاتنين خارجين وبيرفضوا هما يتكلموا معاها. وأودجار بيفضل ان هو يهدد كيسي وبيقول لها ان اللي بتعمله ده مش قانوني، وان هو يقدر ان هو يعمل لها مشاكل كبيره وانه ممكن يأذيها. وبيطلب منها انها تمشي وتسيبهم يخرجوا المشوار بتاعهم، وفعلا بتسيبهم. وبنشوف بعد شويه الاثنين وهم ماشيين في الشارع وبيتفاجئوا ان جيمي بتيجي من وراهم وبتفضل تضرب في أودجار وبتخلص عليه. وساعتها توتي بتستغل الموقف وبترش عليها سبراي عشان تخدرها، ولما بتقع على الارض بتسحبها على العربيه وبتاخدها على المخزن. ومن الناحيه الثانيه بنشوف كيسي وماكمان وهم حاضرين التحقيق مع ولس، واللي بتعترف بكل حاجه بمجرد ما بيضغطوا عليها. وساعتها بيروح ماكمان يقبض على هاريسون بعد اعترافات ولس. اما كيسي بتتحرك على مكان الحادثه اللي حصلت لأودجار عشان تعرف اي حاجه عن جيمي، لكنها بتلاقيها مش موجوده، فبتحاول انها تتكلم مع أودجار وبتساله عن المكان اللي جيمي موجوده فيه دلوقتي. فبيقول لها ان جيمي دي نكره هي وكل البنات اللي كانوا بيجيبوهم عندهم، وان محدش كان يعرفهم وهم كده كده محدش ليه اي دور في المجتمع وكان لازم يموتوا. وبتفضل كيسي انها تطلب منه انه يتكلم، لكنه بيرفض انه يقول لها لحد ما بيموت. وفي الوقت ده بتكون توتي بتعذب جيمي وكانت عاوزه تخلص عليها، وبتجبرها انها تعتذر لها عن اللي عملته. وفي نفس الوقت ده بتتصل كيسي على جيمي عشان تعرف مكانها فين، فبترد عليها توتي وبتعرفها هي فين، وبتقول لها تيجي عشان تعذبها هي كمان وتخلص عليها زيها. وساعتها كيسي بتقول لها انها هتيجي عشان تنقذ جيمي وتقتلها. وفعلا بتتحرك بسرعه وبتروح على المكان اللي فيه جيمي، لكن في الوقت ده بيكون جيمي بتحاول تخلص نفسها وبتضرب توتي في رقبتها وبتعضها بكل قوتها في رقبتها لحد ما بتخلص عليها. وفي الوقت ده بتوصل كيسي وبنشوف جيمي واللي بتكون مصابه اصابات خطيره، وبتحاول كيسي انها تطمنها وبتقول لها انها هتلحقها وهتوديها المستشفى. لكن جيمي بتفضل تتحايل عليها وبتقول لها انها تريحها لانها تعبت كتير في حياتها وهي عارفه انها مش هتقدر ترجع زي الاول تاني، وعلشان كده بتطلب منها انها تقتلها وتخلصها من العذاب ده. وكيسي بترفض وبتقول لها انها مش هتمشي من غيرها، لكن جيمي بتكون مصر انها تخلص عليها عشان تريحها. وفعلا كيسي بتسمع كلامها. وفي المشهد الاخير بنشوف كيسي وهي قاعده على قبر جيمي وبتفتكر كلامها مع ميكيل لما قال لها ان اكبر غلطه عملها في حياته انه لما اتجوز كان بيفكر في نفسه هو ومراته بس، وانهم عاوزين يسافروا وينبسطوا ومش عايزين يخلفوا في الوقت الحالي، بس لما كبروا عرفوا انهم كان لازم يخلفوا من زمان. عشان كده بيقول لها انها تعتبر زي بنته بالظبط، وبيديها ورقه بتفيد انها شريكه معاه في الشركه بتاعته. وكيسي كانت فرحانه جدا وقتها ومش مصدقه نفسها، وبتقوم تمشي من عند قبر جيمي وهي بتفكر في كلام ميكيل وفي كل اللحظات الحلوه اللي كان هو السبب فيها. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.